السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمالية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد بطريقة سهلة خالص. هنعمله على السخن مش على البارد. يعني في ناس بتعمل السمنة بتاعته بتقدحها أو بتسخنها، وفي ناس بتعملها باردة، فاحنا هنعمله على السخن زي أمهاتنا معلمونا. يلا بينا. معايا هنا 3 كيلو دقيق منخولين، أنا نخلاهم. تمام. هحط عليهم معلقة، يعني نص معلقة صغيرة ملح. تمام. أنا مش هحط سكر، يعني في ناس بتحط سكر، انتي حابة تحطي سكر حطي، مش هيضر خالص، بالعكس هيخلي طعم الكحكاية معاكي مسكرة، ولو حطيتي بودرة هيبقى أحسن كمان. تمام. لكن أنا مش هحط بصراحة. وهنحط سمسم كل حطينا الخميرة الأول. أنا بحط يعني باكل الخميرة ده بيعمل معلقة كبيرة، أنا بحط للكيلو معلقة، فأنا هحط 3 بواكي. عندك انتي العلبة الكبيرة، فانتي هتاخدي منها 3 معالق كبار وتحطيهم لكل كيلو معلقة أو باكت من ده. هنحط بقى السمسم برضو لكل كيلو معلقة سمسم كبيرة هرمية. عايزة تكتري برضو كتري براحتك، عايزة تقللي قللي، عايزة تكتري كتري، دي حاجة ترجع لك انتي. فانا بحط المعيار كده مظبوط قوي، يعني ده عامل معايا 3 معالق كبار هرميين او اكتر شويه، حاجه بسيطه يعني مش كتير. السمنه بقى كل كيلو دقيق عليه 500 جرام سمنه. لو انت عندك ميزان، ما عندكيش ميزان يعني هو نص كيلو. تمام. حابه تزودي حاجات بسيطه زودي، هيطلع معاكي انعم. بس يعني انا عملت بالمقدار ده لان لما بيبقى ناعم قوي عندي بيتكسر بصراحه معايا، يعني بيدوب كده. فانا حبيت اعمل كيلو ونص لل3 كيلو دقيق. طبعا لو واخدين بالكم هتلاقوا المرتة نازلة، لان انا السمنة طبعا اللي بنعملها مع بعض في القناة مع بعض اللي هي القشطة، وبنعملها زبدة وبعدين بنسيحها نعملها سمنة، فدي انا اللي عاملاها. اعملي باي سمنة، لو عندك اي سمنة من اللي هي العلب العادية دي اللي هي زي روابي وجنة والحاجات دي اعملي بيها عادي، اللي متاح عندك اعملي. يا رب تجيبي سمنة سايبة، بس زيت لا، زيت هينشف لك الكحكاية. هنا بقى هبسها، هدخل كل السمنة في كل حباية دقيق. أهم حاجة في الكحك إنك تبسي كويس أوي، يعني بسي فيه 10 دقايق 15 دقيقة ربع ساعة كده حلوين. وبعد كده هنحط المية فترة ونعجن. احنا مش بنعجن الكحك عشان ما ينشفش، مش بنعجن. بصي شايفة بعد ما حطيت السمنة مادام مسكت معاكي كده يبقى كده حلو قوي. هنحط بقى اهي المية كده على حسب الدقيق ما ياخد معاكي، وهنلم. بصي ايوه كده بصوابع ايديكي كده هتلمي العجين. اوعي تعجني الكحك او البسكوت بينشف منك. لمي لحد اما تلاقي العجينه خلاص اتلمت معاكي كده و... وبقت طريه، وتعمليها كده. هوريكي دلوقتي ان انتي بتاخدي حاجه كده حته تكوريها وتفرديها، بططيها بايديكي كده ونغزيها، هتلاقي ان هي ايه ما شققتش. لو شققت يبقى هي محتاجه شويه ميه كمان. كده خلاص معايا زي الفل. دي ريحة الكحك اللي احنا بنحطها. هو المفروض كنت حطها قبل كده بس انا نسيتها فعلا، لا اسفة. فالمفروض كنت احطها وانا بعجن يعني قبل المية كده. معايا العجوة بقى هنا حطها، انا بشرها لانها لقيتها ناشفة قوي مش عارفة ليه. حطيت عليها شوية سمنة حوالي معلقتين 3 وسمسم، والملبن برضو نفس الموضوع، بس انا اسفة لقيت الكاميرا ما صورتش الملبن مش عارفة ليه. اعجنها بقى واكورها. اهو بصوا شفتوا حتى ما جابش، وانا يعني صورت لكم. المفروض ان انا كنت بصور وانا بحشيها وبعملها، بس الكاميرا كانت فاصله وانا ما خدتش بالي، انا اسفه.
هنا انا خلصت كل السجات والكمية بتاعتي كلها. راح ادخلها الفرن على فرن حرارته عالية، وبعدين بوطي. اول ما بدخل بوطي بخليها وسط وعلى الشبكة اهو. بصراحة طلع تحفة قوي وريحته تحفة قوي وناعم وجميل. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. جربوه بالطريقة دي وتعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. متنسوش الاستغفار والصلاة على الرسول والحوقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.